السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا غدا عبارة عن رز حباية وحباية وسمك مشوي، سمك مقلي، وسلطة وبتنجان. أول حاجة معانا هنجيب السمك بتاعنا، هننضفه هننضفه كويس، ونقوم جايبين معانا عاملين بتاعته الخلطة بتاعته. قبل ما اعمل الخلطة بتاعته اروح نقعاه كويس، وعاملة الخلطة بتاعته. جايبة الكبة معانا، حاطة فيها فلفل وتوم صحيح وتوم مفروم، ومعانا ورقة اللوري للرز، ومعانا كمان ليمون. نجيب الكبة بتاعتنا هنحط فيها فلفل وليمون وتوم، والبهارات بتاعتنا شطة وكمون وكزبرة وملح. ولو عايزة تزودي شطة بتاع بهارات كمان، دي حاجة ترجع لكي. وحطي الملح بتاعك اظبطيه عشان السمك ما يبقاش حادق معاكي. جبتهم معانا في الكبة وقعدت اضرب فيهم. ده شكلهم اهون، وده شكل السمك بعد ما نضفته. وهمسكه اشرحه تشريحتين لكل سمكة، دول حوالي كيلو. وهشرحهم معانا تشريحة كويسة. بعد ما اشرحهم معانا هنجيب الخلطة اللي انا كنت عاملاها في الكبة، وهنضف قلبه كويس من جوه، ما يبقاش في اي حاجة وحشة ولا بواقي دم ولا اي حاجة خالص. واقوم حاطة الحاجات دي في قلبه، دي شكلها هي. بعد كده هصفيها من المية قبل ما احطها على السمك عشان السوائل اللي فيها. بعد كده اجيب معانا ليمونه هي 2، وهجيب معانا شويه من البهارات زي اللي انا حطيتها في الاول هحطها في التاني، وهدعك بها جسم السمكه. وهاجي على التشريحتين الموجودين واروح حاطه فيهم بهارات اللي انا عاملاها في الكبه دي. مش هضربها، بل انا هقلبها بالمعلقه وخلاص في الكبه بس، وخلاص مش هتتضرب فيها. بعد كده معانا كده السمك خلص معانا، وهعمل له وهعينه في المصفى بتاعتنا مقفول على بعضه ومقلوب، مش عشان لو في اي سوائل ينزل السوائل بتاعته. والكلام ده هيتحط في التلاجة لمدة لا يقل عن ساعة ونص او ساعتين، عشان السوائل ما تبقاش موجودة فيه قبل ما اعمل له التبطينة بتاعته واعمله في الدقيق. بعد كده هيجي معانا الرز الحباية وحباية. هجيب حلة على النار احط فيها شوية من الزيت وشوية من السمنة، وبعد كده هقوم حاطة فيها شوية من الرز ياخدوا تحميرة في الزيت مع السمنة. وبعد كده لما تاخد التحميرة احط بقية الرز، وبعد ما احط باقي الرز اقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده احط ملح، اظبط الملح بتاعي عشان ما يحدقش مني. وبعد كده هحط القعد بتاعي، وبعد كده هقوم جايه مولعة على النار وسايباه يستوى براحته على نار هادية مش عالية لو انت مبتدئة او غير مبتدئة في المطبخ. بعد كده معانا خليط التغطية بتاع السمك اللي هي التبطينة بتاعته. انا كنت عاملاها معاكم، الكمية اللي انا كنت عاملاها معاكم انت عم بعمل منها دلوقتي الدقيق وتكملة البهارات على الصفحة. لو انتوا عايزين تخشوا تشوفوها، جميلة والله، ما فيش فيها اي حاجة وحشة خالص. وبتطلع السمك مقرمش، بس ما يكونش فيه سوائل خالص. بعد كده معانا التبطينة لما انا عملته بها ابطنه، واحط شوية من الزيت في قلب المقلاية بتاعتي، واخليني معاه عشان ما يتبهدلش. انا عملت معاكم 3 سمكات بس، وعملت 2 منهم مقليين كويسين، والتالتة حمرتها بزيادة سنة. انا اللي قصده، مش حرقت مني ولا حاجة، انا اللي قصده اعملها. وبعد كده ببطنه ومنساش ادخل شوية دقيق ببساط خالص جوه السمك، مش هيعجن ولا اي حاجة خالص. ولما اجي اطلعه من المقلاية اطلعه على شبكة، انا ما كانش عندي شبكة، فجبت المصفى بتاعتي وجبت عليها، قمت سنداها بالمعلقة عشان لو فيها اي زيوت ولا فيها اي حاجة زيادة تتساب تتشال منها، عشان ما يبقاش يطرى معانا.
بعد كده رحت جايبة مناديل مطبخ ورحت فردها في قلب الطبق، واللي طلعه من المقلاية اقوم حطاها على المناديل المطبخ. هتشوف الوقت في الفيديو وانا قاعدة بجيب المعلقة وماشية عليه يمين في شمال عشان القرمشة. بعد كده معانا البتنجان بتاعنا المشوي. البتنجان معانا جبت بتنجانتين، لو هو صغير هاتي بتنجانتين، لو هو كبير هاتي بتنجانة واحدة على حسب ما انت هتعملي، وهاتيها بالسكينة، انزلي عليها غرزيها بالسكينة، ادي فيها تشريحات، وبعد كده شويها على الجنب ده تستوي شوية وعلى الجنب ده تستوي لحد ما تخلص، وبعد كده تنزليها. وهتجيبي معاكي طبق او مقلاية صغيرة او اي حاجة عندك، هتحطي فيها شوية من الزيت، وتحط فيها كام قرن فلفل الوان على اخضر، تحط فيها توم مفروم او توم صحيح، وهتحط فيها شوية من الزيت على الفلفل والثوم، وشوية من الكمون والكزبرة والملح، تسيبهم ياخدوا على نار هادية مع بعض شوية، وبعد كده تنزل عليهم بالبتنجان المشوي. بعد كده كان معايا سلطة، قطعتين من الطماطم وقطعة من الخيار، وقطعتهم، ممكن تحطي عليهم بهارات وممكن لا، زي ما انت حابة او زي ما انت عايزة. ده شكل السمك وهو متبطن، ده بعد ما نزل المقلاية، ده السمكة التانية. وده هو يا جماعة ما تقلبوش اول ما ينزل علشان ما يتبهدلش معاكي. ده شكل اهو، ده شكل المناديل في الطبق، وده شكل السمك بعد ما طلعته اهو. شايفين شكله اهو جميل جدا. كنت مطلعاه على صينية، حتى الصينية وعليها المصفى، ومن المصفى المعلقة. ده شايفين شكله يا جماعة، ده شكله اهو. شايفين القرمشة بتاعته ما فيش صوت. شايفين احط عليه الليمون بقى، انا عندي ما تيجي تاكليه قوم احط عليه الليمون. ده شكله كمان اهو. شايفين شكل السمك عامله ازاي، مستويه من جوه خالص، ما فيش فيها اي دم ولا اي حاجه، ومستويه. ومش تستعجلي عليها، حتى لو انت مبتدئه في المطبخ بالراحه، وقبل ما تبداي تعملي وصفتك صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم.